ناس كتيرة جدا بتسألنا عن برنامج الأدوية اللي احنا ماشيين عليه. بالنسبة لحتة البرنامج دي اتسألنا فيها كتير جدا، مرة واثنين وثلاثة. ولكن يعني في الغالب ما ردناش، لأن صراحة شغل الفراخ انت مالكش برنامج معين بتمشي عليه. تمام. بمعنى ايه؟ طيب او مثلا هقول لك انا، يعني اغلب الناس بتبقى عايزه برنامج. النهارده اول 3 ايام هتمشي على كذا، بعد كده الرابع والخامس والسادس كذا، لحد ال 35 يوم ماشي على علاجات. هو في ناس ماشيه بالمبدأ ده، اصل تربيه الفراخ البيضاء مدارس، كل واحد بيبقى له وجهه نظر او طريقه ماشي بيها. لكن انا بختلف مع الطريقه دي، لان انا بتعامل مع الفرخ على حسب احتياجه. يعني بمعنى ايه؟ طيب في الاول او في اول 3 4 ايام او 5 ايام بتحضن دايما على مضاد حيوي تنفسي ومعوي. كل واحد بيختار المضاد الحيوي اللي يتناسب معاه او يتناسب مع العنبر بتاعه او مع الفرخ بتاعه. فمش بتفرق، المهم اللي انت في الشتاء او في الجو اللي احنا فيه تستقبل على حاجه تنفسي كويسه وحاجه معوي كويسه. انا دايما بفضل التيلوزين مع الكوليستين، وخصوصا في الايام الشتاء والبرد اللي احنا فيه. في ناس هتقول لي الفلوروكول او البنفلور الماده الفعاله واحده، بتستخدمه في الاستقبال كويس، ولكن في الصيف، لان البنفلور شغال معه تنفس الاثنين مع بعض، فما بيكونش او ما بيديكش الكفاءه العاليه سواء في المعوي او في التنفسي. اما لما بتستخدم 2 مضاد حيوي زي التيلوزين والدوكسي مع بعض، التيلوزين والكوليستين مع بعض، فالتيلوزين شغال تنفسي صريح والكوليستين شغال معوي شامل برضه صريح، فبيقدر ان ده او الاثنين مع بعض يجمعوا على قد ما بتقدر ان هم يعني ايه، يعني بتنظف بالفرخ يعني بمعنى اصح من كل حاجه. ايا كان بقى الفراخ او ايا كان نوع الكتكوت مصدره ايه، طبيعي بيكون في نسبه امراض ممكن بسيطه جدا، يعني حتى لما بتيجي تحللها بتكون موجوده بس بنسب مسموح بها او ما تاثرش على فراخك. فانت لما بتدي جرعه زي ديت بتنظف وبتنهي تماما على اي امراض معويه او تنفسيه حتى لو بنسب قليله، زي بقى مثلا الميكوبلازما، سالمونيلا، ايكولاي، حاجات كتيره زي كده بتبقى مثلا بتتنقل عن طريق المعمل او عن طريق الاقفاص او عن طريق عربيات الكتاكيت ايا كان. فالمهم اللي انت بتدي جرعه شديده تنظف معاك وتبقى الفرخ مرتاح معاك في العمر الكبير بعد كده، لان الامراض الصغيره ديت لو اتأهملت وجالها مساحة انها تبدأ تنشط فيها فممكن تنشط معاك بسرعة خالص. اما لو قضيت عليها خالص والفرخ اتعرض لأي مشكلة فيما بعد، المشكلة بيكون سهلة انك تحلها او سهل انك ان شاء الله تتعامل معاها. فحتة البرنامج معلش بقى رحنا في حتة بعيدة خالص وتوغلنا فيها. انا كنت بتكلم باختصار او مش عايز اطول عليكم، ولكن هو الموضوع اللي الناس طلبته مني ان انا اتكلم عن برنامج الادويه هو اللي يطيل شرحه. يعني هو الموضوع مش مثلا كلمتين او برنامج هحطه لك واقول لك امشي عليه. على فكره ان كلامي ده يعني ممكن بيتعارض مع ناس كتيره جدا من مناديب الادويه اصدقائي، ومن اصحاب شركات الادويه برضه اصحابي ومعارفي، ومن دكاتره الادويه، من الدكاتره البيطريين، ناس كتيره جدا صحابي واهلي، وليا اخ كمان بالمناسبه دكتور بيطري. فالكلام بتاعي ده كله اصلا يعني ناس كتيره ممكن تزعل مني بسببه، ولكن لله العلم احنا دايما بنحاول ننقل صوره حقيقيه بالظبط. يعني مثلا بنقول لك على اللي على ارض الواقع بما يرضي الله. يعني لا هدفنا اللي احنا مثلا نسوق لحاجه ولا نبيع حاجه ولا اي كلام من ده. بالنسبه بقى لباقي الادويه فانت برضو بتديها على حسب احتياج الفرخ، لكن في اساسيات في اساسيات زي ايه بقى؟ اساسي معاك كوكسيديا وكوليستيريديا على عمر 10 11 12 13 يوم، وبتتكرر تاني على 21 22 23. وفي ناس بقى بتكررها على 30 31 و32، بس انا دايما بفضل ما نكررهاش، ولما نقرب من العمر ده خلاص احنا على وش بيع وهنبدا نبيع، فمش مستاهل ان احنا ندي دواء. طيب ليه بقى دي اساسيه؟ لان الكوكسيديا والكوليستيريديا البكتيريا ديت بتكون بطبيعتها موجوده جوه جسم الفرخ، وبتستنى او بيبقى ليها فتره نشاط على العمر ده. يعني بتبدا تنشط على عمر 11 12 13 يوم، طبيعي هي طبيعتها كده في جسم الفرخ. فانت بتبدا تحط الجرعه بتاعتها كوقايه. في ناس ممكن ما تحطهاش اصلا خالص، فاهمني؟ ممكن تظهر معاك 3 4 5 ايام، ولو الفرشه عندك طبيعيه والامور تمام بتعدي ولا اي حاجه، فاهمني؟ ولكن احنا دايما بنحب نحطها كوقايه، لان الكوكسيديا والكوليستيريديا ممكن ما بتاثرش على الفراخ قدام عينك، ولكن بتاثر على الاوزان. فتيجي تبص تلاقي الامور تمام والفرخ بيسحب وبياكل وبيشرب وكل حاجه زي الفل، ولكن الكوكسيديا والكوليستيريديا بتخلي الفرخ ما يستفادش بكميه العلف اللي كلها، ويبدا ان الفرخ يحول جزء صغير من كميه العلف اللي اكلها والباقي بيطلع لا مؤاخذه في البراز بتاعه. فدي ممكن من الاساسيات.
طيب في ناس بقى بتقول لك انا بعد كده بحط الف د ه، بعد كده املاح معدنيه، بعد كده ه سيلينيوم، مفيش مشكله. بس انا بالنسبه لي لو الفرخ حاسه تمام وزي الفل وطبيعي ونشاطه كويس وكل حاجه تمام، خلاص فالفرخ مش محتاج ان انا احط له كل ده، فاهمني؟ فانت يعني ما بتبقاش حاجه اضطراريه. الفرخ ما فيهوش مثلا حاله كساح ولا عرج ولا اي حاجه، والفرخ كويس وصلب طوله، فمش محتاج ان انا احط له املاح. برضو في ناس بتبدا تحط منشطات نمو من عمر 5 ايام و6 ايام. طب هو الفرخ لسه بياكل ايه ولا بيشرب ايه عشان تحط له منشطات نمو؟ يا جماعه الموضوع مش كده، الموضوع انك بتتماشى مع الفرخ زي ما هو عايز. انت بتريح الفرخ، بتشوف يعني انا دايما مبدئي وفر للفرخ رعايه كويسه من تدفئه وتهويه وحراره وفرشه نظيفه ورطوبه مظبوطه. الفرخ مش عايز منك بجنيه دواء غير مضاد السموم بس، لان طبيعي اصلا اي علف في مصر ايا كان نوعه ايه وشركته ايه لازم بيكون فيه نسبه سموم، لان طبعا تركيبه العلف ديت ما بتكونش ذره وصويا بس، لا بيخش فيها مدخلات تانية كتير جدا، واكيد من ركنتها او بكبسها او طريقه تخزين غلط او ايا كان بيبدا يحصل تفاعل ما بينها وبين بعضها فبتعمل سموم. فلازم ولابد حاجه اساسيه معاك هو مضاد السموم من عمر 7 ايام لحد نهايه الدوره. بتمشيه بقى، ممكن تمشيه يوم وتوقفه يومين، بتمشيه ممكن كل يوم، ممكن بتمشيه يوم ويوم لا، على حسب نوع مضاد السموم اللي معاك. يعني انت لو جايب نوع تعبان او على قده بتحط منه يوميا، لو جايب نوع كويس او نظيف وبتحط تسوي منه بتنظف كبد الفرخ معاك والفرخ بيظبط، خلاص مش مشكله، ممكن تقعد عليه 3 4 ايام او اسبوع حتى. فكله بيرجع لايه؟ لجوده مضاد السموم اللي انت جايبه. طيب طولت انا عليكم في حته الادويه ديت، ولو عندك اي استفسار بخصوص حته الادويه برضه سيبوا لي في تعليق، وبقدر الامكان هنحاول نرد على تعليقاتكم ان شاء الله باذن الله.